وكمل إنه يا ريت يرحبوا معاه بالأمير باكو من إمبراطورية كليتمان. يشكروا الأمير باكو على الترحيب بيه. تشبه عليه أريان وتقول أنا حاسة إن أنا شفت الوش ده قبل كده، وتفتكر إن هو المتحرش اللي ضايقها في الزقاق وإن ده أمير كليتمان. تنخض أريان وتستخبى ورا تشارت، ما هي مش عايزة أمير كليتمان يشوفها ويفتكرها. رجعت لكم ببارت جديد بعد ما أريان بدأت تاخد دروس الزفاف من الدوقة، وكمان عرفنا حكاية أخوانا فير. يلا بينا نكمل. طبعا النهاردة عيد ميلاد أريان. قدمت لها التوكة كعكة وقالت لها إن الطاهي عملها لها مخصوص، بس للأسف تاريخ أريان مش حلو خالص مع كيكات. بس قعدت تفكر إن الطاهي عملها مخصوص عشانها، ده معناه إن الموظفين هنا بدأوا يحبوها. كمان سمعت الخادمات وهما بيقولوا إن هي وتشارت بيحبوا بعض قوي، وإن أريان لطيفة جدا وملاك معاهم. كانت أريان مبسوطة جدا وهي بتسمع الكلام ده، بس افتكرت إنها هتخرج من القصر ده بعد سنة، وزعلت لأن هيوحشها قوي المعاملة الكويسة والدفء اللي شافته هنا. يقطع تشارت أفكارها ويقول لها انتي كويسة؟ تقول له اه أنا بخير، بس شبعانة شوية. أخد منها تشارت الطبق وقال لها ما تجبريش نفسك على الأكل، هي شكلها لذيذ عشان كده هاكلها أنا، عشان الشيف هيزعل قوي لو فضل الطبق بتاعك مليان. قالت له أريان ما فكرتش في الموضوع ده، شكرا جدا إنك عملت كده. فكرت شارت عنده حق، بعد كده هقول للطاهي إن مبقدرش أكل الكيكة. طلبت شارت من أريان لحظة كده عشان يتكلموا مع بعض. وافقت أريان وقالت له وقتي كله ليك. وليلي طبعا قاعدة قدامهم عمالة يعني تسأل هو ليه الدوج قاعد جنبها، ومن امتى بياكل أكل لمسه شخص تاني. المهم نرجع بقى لتشارت وأريان اللي أخدها للشرفة وقدم لها مشروب. اتفاجئت أريان، بس تشارت قال لها إن هو وعدها إنه هيخليها تشرب في عيد ميلادها لما تبلغ سن الرشد، صح؟ تفرح أريان وتفتكر لما وعدها في السوق الليلي، وتقول معقول هو لسه فاكر، ده لطيف فعلا. طبعا أريان مش متعودة إنها تكون كيوت بقى وكده، فقررت إنها تغلس على تشارت، وراحت قالت له هو ده بس هديتك في عيد ميلادي؟ طبعا يتصدم شارت الغلبان ويقول لها أنا مكنتش عارف إن أنا لازم أجيب هدية منفصلة. تضحك أريان وتقول له أنا بهزر معاك. يقول لها تشارت هو أنت بتهزري فعلا؟ ردت عليه طبعا إن دي أحسن هدية جاتلي في عيد ميلادي. أكيد كانت أريان بتكذب. ليه بقى؟ لأن الدوكة جابت هي كمان هدية لأريان، وكانت 3 فساتين ومجموعة كاملة من الألماس. فكرت أريان إنها لو كانت تعرف بهدية الدوكة دي ما كانتش بعت المجوهرات بتاعتها. بس اللي حصل حصل. اداها تشارت كيس من المشروب وقال لها كل سنة وانت طيبة. قالت له أريان هو أنا ليه بس اللي بشرب لوحدي؟ رد عليها تشارت إن هو مش عايز يشرب. قالت له أريان الفكرة من الشرب إن الشرب مع حد بيكون ممتع أكتر. طبعا ساعتها اضطر إن هو يشرب معاها. قعدت تتكلم مع أريان وتقول له إن طعمه كان صعب في الأول بس بعدين بقى منعش. بس مهما اتكلمت تشارت ما كانش بيرد. قعدت تقول له هو أنت ساكت ليه؟ أنت مش معايا؟ قال لها لأ أنا معاكي. ويقرب منها تشارت وشكله ما كانش قد الشرب. خاف أريان وتقرر إنها تتصرف التصرف اللي متعرفش غيره. أيوة هو ده. اديته بالبنية لدرجة إن هو أغمى عليه وأنفه كمان جاب دم. وبعد اليوم ده اختفى تشارت في القصر لحد ما جه يوم الحفلة الإمبراطورية. كان مكسوف بقى من اللي عمله. يشوفوا الخادمات وهو قلقان ومتعصب، يسألوا نفسهم هو ليه متضايق كده. معقولة علشان هو هيروح الحفلة الإمبراطورية وهو مش بيحب الحفلات؟ تنزل أريان من على السلم وتندهله وتقوله هو انت كنت فين؟ بقالي كتير قوي ما شفتكش. رد عليها تشارت معلش كنت مشغول. تقرب منه أريان وتقوله ماشي بس ليه انت مش بتبص في عيني؟ يقولها تشارت ان هو كان اول مرة يشرب فيها كان عنده 15 سنة لما كان في الحرب، ومن اول رشفة ليه فقد الوعي. من ساعتها اقسم ان هو مش هيشرب تاني ابدا. تبتسم أريان وراه وتقول كويس ان هو مش فاكر اني ضربته وانه كمان نزف من انفه. بعد كده تفكر هو انت مش عايز تبصلي انك محرج من اللي حصل؟ انت لطيف قوي. تقف ليلي وراهم وتتفرج عليهم وتفكر هو انتي بتحاولوا تغيظيني؟ وتكمل حتى انت يا تشارت بقيت بتتجاهلني. تنادي الدوك على ليلي وتقول لها هو انتي مستعدة؟ لو مستعدة خلينا نروح للعربة. تقول لها تمام انا مستعدة. ولسه هتنده ليلي على اريان وتشارت تقول لها الدوكة اعتقد ان احنا هنفترق هنا. تصدم ليلي وتقول لها نفترق؟ معقول؟ المفروض ان احنا نركب مع بعض عربة واحدة. بس طبعا ليلي ما قدرتش انها تعمل حاجة وركبت مع الدوكة، واريان ركبت مع تشارت. يوصلوا سوا للحفل الامبراطوري ويعرفوا تشارت على انه النجم اللي بيحمي الامبراطورية
ويعرفوا أريان على إنها زهرة برونز النقية. طبعا ينبهر النبلاء في الحفل الإمبراطوري بجمالهم سوا. تقول أريان لتشارت الناس بيبصوا علينا. قال لها هو انتي متضايقة؟ فجأة تنده الدوكة لأريان وتقول لها تعالي لما أعرفك على معارفي. تفرح جدا أريان وتشكرها لأن أخيرا حد هيدخلها الأوساط الاجتماعية بشكل لائق. يبصلها تشارت بإعجاب ويقول ساعات بتكوني متكبرة وساعات حقيقي بتكوني زي الطفلة، وساعات تانية فجأة بتضربي رجالة الأعصاب بمنتهى العنف، ودلوقتي شكلك زي أي سيدة نبيلة متمرسة. انت فعلا غريبة جدا. يجي الحارس ويقول لتشارت إن ولي العهد مستنيه، وفعلا يروح مع تشارت. تكون ليلي واقفة وراه، وأول ما تشوف أريان بعيد عن الضوء شوية تقرر إنها تندهله، بس ما يسمعهاش تشارت وتندهلها سيدة تانية اسمها داليا وتقول لها سيدة ليلي كنت فاكراكي مش هتيجي الحفلة، بس انت جيتي الحفلة. بصت لها ليلي وقالت لها هو في سبب يمنعني ان انا احضر الحفلة؟ ردت عليها السيدة لا، مفيش سبب يمنعك من انك تحضري، بس افتكرتك سيدة فاهمة بتظهري امتى وفين. تتعصب ليلي وتقول لها تقصدي ايه، وتبدأ هنا بقى حفلة التنمر على ليلي. يقولوا لها هو انت لسه فاكرة نفسك هتكوني دوقة كاين؟ طول الوقت كنت بتتكلمي معانا كأنك دوقة، بس الحقيقة هي أريان برونز هي اللي هتبقى الدوقة. تفتكر ليلي الناس اللي بيتريقوا عليها دول ازاي كانوا بيحترموها وبيسمعوا كلامها، بس فجأة اتغيروا معاها أول ما سمعوا خبر جوازة شارت. وهنا بقى نعرف سبب غضب ليلي من أريان. ليلي مجرد ابنة كونت ريفي، عشان كده دايما بتحاول يكون ليها مكان في الأوساط الاجتماعية، ولحسن حظها إن والدتها كانت صديقة قديمة لدوكة كاين، علشان كده حاولت تستغل الصداقة بكل الطرق. كانت بتحلم إنها تكون فرد من عائلة كاين، وبالطريقة دي هتكون الدوقة وهتحقق حلمها في إنها تكون في قمة المجتمع. بس للأسف ظهرت أريان وأخدت منها كل حاجة، أخدت كل حاجة كانت بتحلم بيها ليلي. تقول ليلي لنفسها إنها ما كانتش المفروض تيجي هنا. تكون أريان واقفة وبتتفرج على الدراما دي وتقول فعلا شوية نبلاء. في الوقت ده كانت شارت بيتكلم مع الأمير رودن، الأمير التاني، واللي كان مستغرب من قرار زواج شارت من أريان. قال له رودن كان لازم تستشيرني الأول، كنت برونز يبان محايد بس هو بيحب يصنع المكائد من تحت السطح. أنا كده موقفي بقى صعب جدا. يرد عليه شارت أنا قادر أتفهم قلقك، بس مفيش مشكلة هتحصل صدقني. يسأله الأمير ازاي انت متأكد للدرجة دي، أنا لو وقعت انت كمان هتقع معايا. سأله الأمير وإيه السبب بقى اللي هيخلي كنت برونز في صفنا. رد عليه تشارت أريان معاها حاجة هتقدر بيها إنها تقلب الترابيزة. كملت تشارت أريان عملت معايا صفقة واستخدمت سجل برونز السري كورقة للمساومة، ولو أنا حصلت عليها منها هقدر إن أنا أضع في حزب ولي العهد. يقول الأمير ده معناه إن أنت هتطلقها بمجرد انتهاء العقد، يعني بعد سنة واحدة بس. رد عليه تشارت مفيش مشاعر بينا، احنا بس هننفذ العقد. دخل الإمبراطور لقاعة الحفل ومعاه ولي العهد والأمير رودن. قال الإمبراطور إن هو سعيد جدا لحضور النبلاء، وبرغم الدعوة المفاجأة بس خلوني أقدم لكم ضيف شرف الليلة. وكمل إنه ياريت يرحبوا معاه بالأمير باكو من إمبراطورية كليتمان. شكر الأمير باكو على الترحيب بيه. تشبه عليه أريان وتقول أنا حاسة إن أنا شفت الوش ده قبل كده، وتفتكر إن هو المتحرش اللي ضايقها في الزقاق وإن ده أمير كليتمان. تنخض أريان وتستخبى ورا تشارت، ما هي مش عايزة أمير كليتمان يشوفها ويفتكرها. نرجع لتشارت اللي استغرب من اعتراف الإمبراطور بكليتمان كإمبراطورية، وقال يا ترى هيكون في اعتراض من النبلاء. بس فكر إن برضه الإمبراطورية لو ما اعترفتش بكليتمان ده هيبدأ حرب بين الإمبراطوريتين. ما قدرش يقول إن قرار الإمبراطور غلط، بس تقاطع أريان تفكيره وتسأله هو ليه جه فجأة كده مجموعة من المبعوثين من كليتمان. رد عليها تشارت إن هما ممكن يكونوا بيحاولوا يعملوا معاهدة ودية. فكر أريان هو ليه أصلا ممكن إمبراطورية كليتمان المعروفة بقوة محاربينها إن هما يعملوا اتفاق ودي مع إمبراطورية هاربيون المسالمة. أصلا ده شيء مش مطمئن، دول مش بيهزروا، واضح إن الحرب فعلا على الأبواب. كلموا النبلاء مع بعض ويفكروا إزاي الإمبراطور بيرحب بكليتمان ويعمل لهم حفلة، دول مجرد همج. امتى عملوا إمبراطورية أساسا لنفسهم؟ تسمعهم السيدة سوشيمي وتقول لواحدة منهم أيا كان تضيف الإمبراطور لازم يتم احترامه داخل الإمبراطورية. تشوف أرينا الخناقة وتفتكر السيدة سوشيمي لما خبطت فيها وباص فستانها في الحفل الإمبراطوري السابق. تدخل أريان في الخناقة وتقول لسوشيمي أنا مبسوطة إني شفتك، انت ليه ما بتجيش عشان تشوفيني؟ تطلب أريان إنها تدخل في المناقشة ما بينهم.
ترد عليها سيدة وتقول لها كنا بنتكلم عن مبعوث كليتمان، وتسألها سيدة أريان انتي كمواطنة من إمبراطورية هاربيون تقبلي انك تعترفي بهمك كليتمان كإمبراطورية؟ ترد عليه أريان احنا هنا بدعوة من جلالة الإمبراطور، ودول بيكونوا ضيوف الإمبراطور، مينفعش إهانة الضيف. كمان هو انتوا بتعترضوا على أمر الإمبراطور بالاعتراف بكليتمان كإمبراطورية؟ دي إهانة للإمبراطور على فكرة. تنصدم السيدات النبيلات ويقولوا لها احنا ما كناش بنهين الإمبراطور. تكمل أريان وتقول لهم عشان كده أنا بقول لكم إن انتوا تنتبهوا لكلامكم، انتم قلتوا عليهم همج، وإمبراطورية كليتمان قوية زي هاربيون، وكلامكم ده ممكن يسبب أزمة بين الإمبراطوريتين. يسمع صوتهم العالي أمير كليتمان باكو، يسمع صوتهم العالي أمير كليتمان باكو، وبيبص يلاقي مين؟ يلاقي اللي ضربت نص الناس في المنهى لحد دلوقتي، أيوة أريان. ويقول لها معقول؟ ما كنتش أعرف إن في حد من إمبراطورية هاربيون عنده عقلية عظيمة زيك. يسلم عليها ويقول لها مساء الخير سيدتي. أتمنى يكون الملخص عجبكم، استنوني في البارت الجاي مش هتأخر عليكم. باي.